أهم الأنباء سنة 2026 سنة سعيدة عليكم يا رب. بريف صغير كده للي حصل في سوق الموتوسيكلات من أول السنة. ونبتدي اول حاجه بحفل اطلاق تي في اس لمنتجين جداد او 3 منتجات جداد بقى، وهما الاتش ال اكس بلس 100 والان تورك ال 125 والتي في اس الرونين ال 225. هناخد كل موتوسيكل فيهم كده نتكلم عنه، هو كان بيقدم ايه في الفئه وايه اللي في السوق، البدائل اللي موجوده في كل موتوسيكل ليهم. فنبتدي بالاتش ال اكس بلس ال 100. اظن في الفئه دي مفيش حاجه من توكيل معتمد، يعني اقرب حاجه الباجاج البوكسر بيجي فوق ال 50,000، والاس واي ام الولف برضه نزل كان فوق ال 50,000. فدي كانت اول فئه. وتاني فئه اللي هي الان تورك، او تعال نخش الرونين نتكلم انت عليه شويه. الموتوسيكل ده يعني في كافي ريسرز قبل كده نزلت، بس كانت حاجات يعني تحت رينج ال 60 وال 70 وما كانتش بريميوم قوي. اللي انا شفته خامات الموتوسيكل لغايه دلوقتي كويسه، طبعا انا مش هنحكم غير لما ناخده ونجربه. فدي اول فئه في الكاتيجوري ده بالسعر ده تنزل مصر. الموتوسيكل انا شايفه ليه ناسه بوتنشال جدا. لو التوكيل وفر خدمه ما بعد البيع والصيانه وقطع الغيار، انا شايف الموتوسيكل ده هينجح. لو سعره خس شويه، خسسوه شويه والنبي يا جماعه. لو بقى مثلا 110 100. بالنسبه بقى للان تورك، الان تورك انا بالنسبه لي صفقه مهمه جدا لسبب واحد بس، ان الفئه دي كانت مظلومه شويه في مصر، فئه اللي هو تحت ال 70,000. ما بين الشركات الكبيره اللي هو اس واي ام، اس تي في اس اصلا ما كانتش موجوده في الفئه دي. ما كانش فيه موتوسيكل اعتمادي تقدر تشتريه بالسعر ده. فدي حاجه شايف ان هي كويسه. كل البدايل كلها صيني بحت في السوق، فيا اما حاجات من اس واي ام، فانا شايف ان هي داخله تنافس كويس عشان تخلي اس واي ام تعلي كمان وتنزل حاجات احسن والتسعير يظبط اكتر في الكاتيجوري دي. فده كده بالنسبه لحفل اطلاق تي في اس. وبعد كده حصل بقى اللي احنا كلنا انبهرنا بيه يوم حفل الاطلاق، قنبله زونتوس. قنبله زونتس. زونتس عملت تخفيض مهول على الموتوسيكلات. نزل 350 نزل 350 ل 150,000 جنيه، وال700 لكام؟ ال700 يا جماعه ارخص سعر ليه 229,000 جنيه، من 340,000 ل 229. شايفك اللي بتقول اشتريته اغلى من كده، لا هو بيتباع ب 229، ما تشتريش اغلى من كده. وده ياخدنا بقى لنقطه، يعني انا مش عايز اتطرق قوي لحته المشاكل بتاعه الزونتس او الحاجات دي، لا خالص، لان الموتوسيكل كويس. بس خلينا نتكلم شويه عن ليه اصلا ده حصل. والله بص، المنافسه حلوه، المنافسه في الاخر بتصب في صالح الاند يوزر، الراجل اللي بيروح يشتري موتوسيكل. فلو هو الموضوع ده معمول صدفه ماشي، لو معمول كضربه لشركه تانية منافسه برضو ماشي. المهم مصلحه الراجل اللي هيركب في الاخر، المهم مصلحته في السعر وفي الصيانه وفي قطع الغيار. فلو هو منافسه شريفه، الراجل بينزل سعر الحاجه، انا موافق مفيش مشكله. اهم حاجه توفر قطع الغيار وتوفر الصيانات. وطبعا للاسف يعني الناس اللي اشترت بالغالي زعلت شويه. الناس اللي اشترت ب 340، وفي ناس ما كملتش شهر كانت شاريه ب 340. انا مش عارف وضع الموتوسيكل ده في الريسيل هيبقى عامل ايه، يعني بعد 5-6 شهور، سنه سنتين، لما حد يجي يشتريه هيشتريه بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد؟ هيقول له يا عم ده كان نازل ب 229 ولا كان بيتباع ب 340. فللاسف الحركه دي هتضرب الريسيل فاليو شويه بتاعت الزونتوس 703. بالنسبه بقى للزونتوس 350 او الفئه دي، انا بصراحه شايف ان هي متفوقه بطريقه مهوله. ال 150,000 ان انت تجيب بيهم موتوسيكل 350 سي سي بيديك السبيكس دي، انا شايف ان هي صفقه رهيبه جدا. ولكن ونيجي ولكن جدا، لو توكيل زونز بقى ليه توكيل وبقى ليه كاستمر سيرفيس ورقم تليفون اكلمهم عليه اقول لهم انا محتاج، قول لهم التسريبات. فانا سمعت ان ممكن يبقى في حاجه زي كده. معرفش ده حقيقي ولا لا، ولكن لو حصل فعلا وبقى في كاستمر سيرفيس للزونتس في مصر، دي هتبقى خطوه كويسه جدا ان هي تبدا تاخد البرانش ده، او تعال نقول زونتس في حته تانية في المنافسه مع شركات كبيره، ونقدر نرشحها للناس بشكل اقوى. في حاجات نزلت تانية ولكن مش هنتكلم عليها، اللي هو الحاجات الكوبي كات او الحاجات التقليد. هل هو موربيديل الاصل ولا لا، هو كوبي. هو الموتوسيكل اتاخد واتعمل منه نسخه بنص السعر. ما هو مش معقول ان الموتوسيكل مثلا موربيديلي الاصلي ب 150,000 جنيه وانت تيجي تقول لي انا عملت لك موربيديلي كي واي ب 70,000 جنيه. فده حاجه خارج الكلام اصلا، مش هينفع نتكلم عنها ان احنا نقول ان هي في منافسه او نرشحها لحد.
طريقه عمل الموربيديلي في 5 دقائق في البيت. واخيرا بقى اس واي ام، تعالى لي بقى اتفضل. انا عايزك تتكلم عن السكوتر ابو 3 عجلات اللي نازل. انت اكتر واحد عندك خبره دي وانت سوقته، فهتقدر تنقل لنا التجربه دي. طيب هو اس واي ام نزلت موديلين، الاس ار الفيس ليفت، ونزلت موتوسيكل ب3 عجلات اسمه تبع شركه اديفا، شركه ايطالي بس بتصنع في الصين، ب3 عجلات 200 سي سي. انا جربت الكوادرو قبل كده وعملت عليه ريفيو. بصوا السكوتر عامه في رايي بيموت روح المتعه في سواقه الموتوسيكل. انا مش ضد سواقه السكوتر، انا في وقت من الاوقات كنت بمالك سكوتر، كان معايا بيرجمان، كان معايا سكوتر بيجو تويت. السكوتر ليه استخداماته بس هو بيموت روح سواقه الموتوسيكل، فما بالك بقى ب3 عجلات. موتوسيكل السكوتر التسريبات اللي سمعناها، انا شفت كذا بوست يعني ب 225,000 جنيه، 225,000 جنيه على 200 سي سي. الرقم ده انا نفسي التوكيلات تسمعنا، الرقم ده كتير قوي. 200 سي سي 225,000 توب سبيد 100، ومش هيجيب ال100 لان في هواء وفي وزن وفي شنطه، في ليله كبيره سعادتك، وانت عشان تبقى ماشي مريح الموتوسيكل فهتبقى ماشي 80 75، فانا ادفع 250,000 جنيه عشان ابقى ماشي 75، ومحدش يقول لي يا جماعه فيها غطا. ما هو الغطا هيحميني من مطره بتخش من الجنب، مطره هتخش من الجنب، هتركب له مشمع. الفكرة مش وحشة لبعض الناس، معاها ابنها مفيش مشكلة، لسه ناس جديدة مبتدئة مفيش مشكلة، بس التسعير للأسف صعب جدا. أنا نفسي التسعير يهدى شوية، 225 200 كتير على سكوتر 200 سي سي يا جماعة. طيب في بس معلومة كده هنقولها صغيرة على السكوترات عامة اللي بعجلتين قدام. السسبنشن لوك غير ما انتوا متخيلين، بمعنى هو وانت طول ما انت ماشي هو الموتوسيكل اوكي خلاص بالبالانس يعني بالسرعه شايل نفسه مفيش مشكله. طب انا وقفت في اشاره، ما هو طبيعي لما انا اقف في اشاره هو هيميل كده يا يميل كده لان مفيش حاجه سنداه، فهضطر ان انا ارفع في زي هاند بريك كده بتوقف بتلوك المساعدين، بتلوكهم عشان يفضل في وضع الثبات. فاعمل حسابك كل ما تيجي تقف في اشاره هتشد عشان تلوك المساعدين عشان يثبت، او لما تيجي تركنه عامه هتيجي تمشي هتنزلها وهتمشي. مش بقول ان ده وحش، بس بقول لك يعني ان هو مش هيجي في الاشاره مش تعمل حاجه، لا كل اشاره او كل وقفه هتقوم جاي شادد الهاند بريك بتاعته. تاني حاجه بقى نزلت في الحفله بتاع اس واي ام كان الاس واي ام الاس ار الفيس ليفت. بص هو الاس ار انا امتلكته شخصيا، هو انا بالنسبه لي كان نفسي يفيس ليفت الكرسي مش الشكل. يعني انا بالنسبه لي الاس ار انتوا بجد كرسي الاس ار لو اتحسن اقسم بالله انا ارشحه لاي حد. انا بالنسبه لي الاس ار ده كاعتماديه مش ممكن. انا كنت بعمل فيه في ايام 200 كيلو متواصله، والله 200 كيلو متواصله 300 كيلو متواصله، وابقى شغال بيه اوبر وبتاع. السكوتر ده يا جدعان في الاعتماديه رهيب. انا عملت بيه 30,000 كيلو وبعته، كان لا يوجد عليه اي كلمه يعني في الاداء بتاعه. واقول ان هو سكوتر 150 سي سي اداؤه زي سكوترات 250 سي سي صيني بتنزل السوق المصري بدون مبالغه يعني. فده كده كان بالنسبه للاس واي ام. حابين بقى نتكلم في ايه تاني دلوقتي بقى؟ في تسريبات بتقول ان لسه في موديلات جديده نازله من شركات تانية، احنا برضو مش عارفين بشكل اكيد، بس اعتقد زي كل اخواتنا البلوجرز ما بيقولوا السنه دي هتبقى مختلفه، وكله في الاخر هيصب في مصلحه الاند يوزر، الناس اللي بتركب اللي عايزه تركب. ليه؟ المنافسه هتشتد، قطع الغيار هتبقى احسن، السعر هيرخص، فادعوا ان المنافسه تزيد. سلام. باي سلام. باي باي. كل سنه وانتم طيبين.